السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم حلقة مختلفة شوية يا جماعة. انا لسه شارية الماكينة بتاعت غزل البنات دي امبارح. اشتريتها صراحة لان انا الولاد عندي بيحبوا غزل البنات شوية، فايه قلت ايه اوفر لي ان انا اشتري المكنة دي علشان اعمل لهم في البيت، واحسن واضمن كمان غير اللي بتكون في الشارع. تمام. فلما اشتريت مكنة غزل البنات انا ما كنتش فاهمة فيها اي حاجة، واي حد يا جماعه يسمع الفيديو ده يعني يا ريت يا ريت يقول لي المكنه دي بتشتغل ازاي، يمكن اكون انا لسه مش فاهمه فيها حاجه. بس قريت الكتالوج اللي جاي مع المكنه، لقيت ان هي لازم تتحط، نسيبها 5 دقايق لغايه لما يعني ايه، هنحط الفيشه هنا. هوريكم ازاي. بصوا، بنحط الفيشه بتاعه المكنه دي اهي، الفيشه اهي بنحطها فين؟ في الكهرباء. تمام كده. وبعدين هنا في زرار اهو بيشتغل، اللي هو بتاع الاون والاوف او التشغيل والفصل، بنشغله. بصوا ده الموتور بتاع المكنه اهو، زي ما انتم شايفين كده واضح قدامكم ان هو اشتغل. تمام. هو مكتوب ان احنا لازم نحط فيه، لازم نسيبها تشتغل حوالي 5 دقايق، وبعد كده بنغسلها ونحط معلقه السكر بالمعلقه دي، وبعد كده بتلاقوا غزل البنات طالع. ده المفروض هو كده خالص، مفيش اي حاجه من الحاجات دي يا جماعه. انا مش عايزه اطول عليكم في الفيديو، انا الفيديو دوت في حاجه تانية مهمه عايزه اقول لكم عليها. بعد ما حطيت السكر لقيت ده اللي هو ده، اللي هو الحجر ده او معرفش اسمه ايه، ده الصاجه دي طارت في وشي. المسمار ده كان فاكك شويه، البتاع دي طارت يعني كانت سبحان الله كانت هتعمل وشي صراحه. بس بفضل الله بفضل الله ان انا لحقتها على اخر لحظه. لقيت البتاع ده عمال يطلع بيرتفع كده، وكان هيجي يعني يجي عليا. تمام كده. فانا المكنه دي بمعنى اصح ما بتطلعش غزل البنات خالص، بيدوب بتطلع حته قد كده بالظبط على اللي هو البتاعه بتاعه الشيش طاووق دي، او اي عصايه يعني عندكم تكون نظيفه وحلوه، اللي هو زي الشاليمو. بعد ما عملت المكنه وشغلتها امبارح وحطيت السكر زي ما الكتاب بيقول بالظبط، مفيش اي حاجه من الحاجات دي. بصوا دي كانت جايه لونها اسود وزي الفل. بصوا السكر مكرمل عليها، حاجه في منتهى يعني ايه اقول لكم ايه، سوء تصنيع جامد جدا جدا. مش عارفه اقول لكم ايه، ما بتطلعش خالص غزل البنات. اي حد يعرف اي معلومات عن المكنه دي يا جماعه يقول لي عليها، يا اما ارجعها يا اما اشوف لها اي صرفه يعني. احنا ربطنا البتاعه دي امبارح، انا جبت البنسه وقعدت اربط فيها جامد لانها بتفك وبتطير كده لفوق. تمام كده. الحجر ده او معرفش اسمه ايه ده، الصاجه دي، وتحتها طبعا الموتور ده بيسخن اهو، هوريكم شكله. فدي انا يعني بصوا شايفين النار اهي من تحت، بس ما بتطلعش غزل البنات خالص خالص ولا اي حاجه من الحاجات دي. يا دوب حاجه كده عامله زي الخيوط رفيعه خالص بتطلع، ومن سخونيه النار بتبدا تسيح تاني. فصراحه انا اتسكيت في المكنه بتاعه غزل البنات دي. مش عارفه اقول لكم اكتر من كده ايه. اهم حاجه تخلي بالكم من الصاجه دي، اللي يشتريها انصحه ما يشتريهاش، واللي اشتراها يربط المسمار ده جامد جدا، علشان البتاعه دي طارت امبارح والله العظيم علينا واحنا قاعدين، اتفكت وارتفعت كده لسنه صغيره. بس بفضل الله انا رحت ضغط عليها بسرعه، كويس ان انا كان في ايدي قماشه ضغطت عليها بسرعه قبل ما يعني ترتفع بزياده. تمام كده. فانا صراحه لو اي حد يعرف اي معلومات عن المكنه دي بتشتغل ازاي، او نغير الموتور او نعمل ايه علشان تطلع غزل البنات، يبقى كتر الف خيره. وخلي بالكم يا جماعه لان البتاع دي خطر جدا جدا، خلي بالكم يعني. بس هي دي كانت فكرتي النهارده، وده اللي انا كنت عايزه اسال فيه. يا ريت اي حد يعرف اي معلومات يدلني عليها. والف شكر، مع السلامه.